مالك يا هيثم زعلان كده ليه؟ يعني هقول لك ايه يا صديقي، النهارده حصل موقف في المدرسة زعلني قوي. ايه اللي حصل معاك يا صاحبي؟ احكيلي. الأستاذ بتاع المادة اللي اسمها ال الفيزياء. تقصد مادة الفيزياء؟ هي دي بالظبط. المهم ايه مالك؟ ايه اللي حصل يعني؟ الأستاذ بتاع المادة أول ما دخل علينا الفصل، أنا عارف نفسي إن المادة دياتي مش جو فيها، فطلعت للأستاذ وبصوت واطي كده وبقول له: يا أستاذ، أنا المادة بتاعتك صعبة عليا ومش بعرف أحل فيها، فأنا عارف إن أنا جايب درجة مش كويسة، فياريت متحرجنيش قدام أصحابي وتقول لي المادة وبقولها لي وحدية كده على جنب. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي: خلاص ماشي، متزعلش، مفيش مشاكل، أنا برضو ما مرضاش إن أنا أحرجك قدام الناس. اطمنت ودخلت قعدت مكاني وأنا ساكت، وفجأة كده لقيته بينده عليا، لقيته بيقول: هيثم، 2 من 50 يا هيثم. اكيد طبعا الفصل كله ضحك عليك يا صديقي. طبعا، ده انا كنت الترنج بتاع الفصل. خبر ايه يا هيثم؟ انت كل حاجة ضايعة معاك. الفيزياء قلت عليها فيز، والترند بتقول على ترنج. ايه الحكاية يا هيثم؟ ده انت الاتنين كتير عليك يا هيثم. ده الأستاذ بتاعك كده كرمك يا هيثم. انت المفروض تبقى -2 مش 2 يا هيثم. ايه الجرف ده يا هيثم؟ ده انت زلزلت الدنيا. اكيد الجيران حسوا بالزلزال اللي حصل فجايين يقولوا خبر ايه. Look at the top of his head.